السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تبدأي ولا تعملي أي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ جمال وحلاوة ولا لأ؟ أنا عملت الأكل اللي انتوا شايفيني ده من مكون بيبقى عندنا كلنا في بيتنا وممكن ترميه. اوعي المكون ده لما يبقى عندك ترميه في قلب كيسة وتعبيه وتحطيه في الفريزر، هينفعك في الأكل اللي أنا عملته ده. شايفين الأكل ده وجماله وحلاوته عامل إزاي؟ أنا عملته من مكون كلنا بنشيله في الفريزر، وفي ناس بترميه، مش كله زي بعضه. أكلة تحفة تحفة تحفة، ما أقولكمش عاملة إزاي، ما شاء الله تبارك الله. يلا نبدأ، يلا نشمر إيدينا ونخش على مطبخنا ونشوف هنعمل إيه. دلوقتي أنا جبت حلة حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده، نزلت فيها بمعلقة سمنة أو زيت الموجود عندك والمتاح عندك، ونزلت بيها بالثوم. دي راس من الثوم هشوحها ده تشويحة. نزلت بنص قرن فلفل أحمر حامي وقرن أخضر. شايفين اللي أنا شايفاه ده؟ شايفين الكيسة اللي في إيدي دي؟ أنا لسه مطلعاها من الفريزر. هسيحها وأوريها لكم ديت إيه دلوقتي. عملت بها الأكل اللي انتوا شايفينه ده. ده دلوقتي إيه؟ كل الأكل ده من عندي من البيت. هي حاجة واحدة اللي أنا اشتريتها بس، اللي هي الملوخية. دلوقتي دي بامية أنا كنت مفرزاها، ورحت مسكت التوم يا دوبك صفرته ونزلت بقرنين فلفل زي ما انتوا شفتوا كده، نص احمر ونص اخضر. ورحت نازله بكيس الباميه مدياله تشويحتين كده 3، ورحت نازله بالطماطم عليه زي ما انتوا شايفين كده. اعملوا بس الباميه زي ما انا بعملها كده بالثوم بس من غير بصل، وانتوا بصوا هتنسوا اللي حصل. دلوقتي انا نزلت بمعلقه من السكر عشان ما تعملش حموضه وغطيتها. دلوقتي دي الملوخيه، بوريكم الملوخيه اللي بتبقى حلوه ومسكره وبلدي، بيبقى الجدر بتاعها من ورا احمر والورقه بتاعتها بتبقى خشنه. دلوقتي ده المكون اهو، فضيته في الحله هولع عليه على النار. شايفين الباميه بقى مع الطماطم كله اتشوح مع بعضه واتسبكت بقت عامله ازاي. دلوقتي المكون انا سيحته. دي ايه؟ شوربه. دي شوربه كانت عندي، كنت جايبه ماسوره وعملت منها شوية شوربة محترمين. طبخت منها قبل كده ونزلت اللي فيها كله ورحت معبياه في شنطة ورحت حطها في الفريزر. نفعتني دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي انا هعمل طاجن بامية محترم زي ما انتوا شايفين كده. انا نزلت بالبامية في الطاجن ورحت ايه مدخلاها في الفرن، وزودت البامية ايه شوربة من بتاعة الماسورة زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي ده بتنجان وفلفل، طبعا باميه وملوخيه لازم ايه بتنجان وفلفل بقليهم زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي جبت حله تاني على النار ونزلت بالشعريه. ده ايه؟ ده حوالي نص كيلو شعريه. بصوا يا حبايبي، انا من النوع اللي بعمل الرز قد الشعريه، يعني هعمل نص كيلو رز بعمل نص كيلو شعريه، ربع كيلو رز ربع كيلو شعريه. انا بحب الشعريه قد الرز، لو هعمل رز بشعريه بعمل الشعريه قد الرز. وجربوه زي ما انا بقول لكم كده، وانتوا هتاكلوا احلى واجمل رز بشعريه. والشعريه عايزاها تحمر كلها زي بعضها، هدي عليها النار. تعملي الاكل قبلها بشويه وتروحي مهديه النار وتسيبها تحمر براحتها زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دي اكله من غير لحمة ولا فراخ، بس أكلة كانت زي السكر وزي العسل والله العظيم. أديني طلعت البتنجان وجبت هرست الشطة بالثوم وبحشيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هرست الشطة بالثوم، الناس اللي متابعاني عارفة ان انا عاملاها ببرطمان وحطها بباب التلاجة، بتنفعني في اوقات زي كده. ولا لسه هقشر توم ولا غيره، بس انا حطها في باب التلاجة مش في الفريزر اهو. وعصرت عليها ليمون وركنتها على جنب. دلوقتي ادي شوربه الماسوره شايفين عامله ازاي. دلوقتي انا قطفت الملوخيه ورحت ايه غسلاها ومخرطاها، وزي ما انتوا شايفين كده نزلت عليها في الشوربه غلت
حطيت في الشوربه حته تومه نيه، ورحت نازله بالملوخيه زي ما انتم شايفين كده، وبالمضرب وبفكها من بعضها. تفضلي تضربها بالمضرب كده لحد ما تفك من بعضها. هتاكلي احلى شويه شوربه محترمين، احلى شويه ملوخيه محترمه زي العسل وزي السكر. وزي ما انا وريتكم كده في الفيديو، الملوخيه اللي بتبقى حلوه ومسكره بيبقى الجدر بتاعها من ورا احمر، وبتبقى الورقه بتاعتها خشنه. طبعا انت الملوخيه يا دوبك تغلي تروح رافعاها من على النار، وهتجيب ربع معلقه كربونات وتروحي حطاها فيها، تفضل خضره معاكي. حتى لو غابت 3 ايام هتفضل خضره معاكي زي ما هي. ربع معلقه كربونات، وبترجع للكميه الملوخيه اللي انت عاملاها. دلوقتي انا جبت التوم، نزلت بالتوم اهو، جبت طاسه نزلت فيها بمعلقه سمنه، ورحت نازله بالتوم، ورحت جايبه ايه ربع معلقه هريسه شطه بالتوم برضو، ورحت نازله عليه بيها. هصفره ياخد لون، واروح نازله ايه بمعلقه كزبره. بصراحه ربنا الكزبره ديت في الملوخيه بتوديها في حته تانية. الطشه بتاعت الملوخيه دي، تعملي طشه الملوخيه بتحط لها كزبره بتوديها في حته تانية بصراحه ربنا. شايفين بقى لون الملوخيه عامل ازاي؟ شايفين لونها وجمالها وحلاوتها؟ دلوقتي ده طبعا انا كل ده سايبه الشعريه على النار لحد ما خدت لون زي ما انتم شايفين كده، ورحت نازله بنص كيلو رز. شايفين لونها كلها بقت لون واحد ازاي؟ لما بتهدى عليها النار وتقلبيها كل شويه، تقلبيها كل شويه، بتاخد لون كلها زي بعضها. ونزلت بالرز، شايفين لونها بقى جميل ازاي، ولون الرز بالشعريه تحفه ازاي. هتنزلي بقى بالميه، طبعا كوبايتين الرز هتنزلي بكوبايتين من الميه مثلا، وعليهم مثلا الشعريه كوبايتين، انزلي بكوبايه ميه. يعني الكوبايتين الشعريه ياخدوا كوبايه ميه، كوبايتين الرز كوبايتين ميه، الرز المصري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ورحت مغطياه يغلي، وتروحي مغطياه. شايفين بقى؟ ايه رايكم بقى في الرز؟ تحفه، الحبه بحبتها. وايه رايكم بقى؟ شايفين الملوخيه وجمالها وحلاوتها؟ اكله ارداحي من غير لحمه ولا فراخ، بس اكله زي السكر وزي العسل. وزي ما انا بقول لكم، ربنا بحلل لكل واحد زاده. وبعدين انت تقدري تعملي من الفسيخ شربات، مش شرط لحمه ولا فراخ. ممكن تعملي اكل، احلى اكل واحلى لقمه ببيتك. شايفين الرز بقى عامل ازاي؟ الحبه بحبتها ما اقولكمش حكايه. ولا الباميه بقى، طعمها يوديكي في حته تانية. اعملوا الباميه بس زي ما انا بعملها كده. بصراحه ربنا انا بحب الباميه والملوخيه بالعيش، لكن انا الرز عاملاه عشان الاولاد. لكن انا الحاجات دي انا بحبها بالعيش، وجنبها فلفل كده حامي، وجنبها طبعا البتنجان وجماله وحلاوته، واكله تحفه 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 ما اقولكمش. يلا لو عندك شويه شوربه في الفريزر، قومي طبقي الاكل، طبقي الوصفه ديت زي ما انا عملتها كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.